بركة بسم الله. هنتكلم بقى ليلة المباراة السوبر. قبل ما اتكلم على ليلة المباراة اتكلم على الماتش بتاع الاتحاد العاصمة اللي الاهلي خسر 3 ضربات جزاء، 2 لكهربا وواحدة لرضا سليم، وكهربا حاطط جون ما لمس فيه الحارس المرمى، كرة شاطها امام عاشور وقعت من ايد الجون، كهربا كملها حسبها فاول على كهربا. باين بقى يحاسب مين، وبطولة بقى قال لك ايه، اتحاد العاصمة كسب الاهلي. فادي بقى ايه، بعيد بقى وقال لك ايه، ده الاهلي مستهتر والاهلي مش مستهتر. الاهلي حاططه في ال 18 طول الماتش. يعني انا بقى ايه، برجع بقى الذاكرة بقى للماتش بتاع السنة اللي فاتت. عشان كده بقول لو الامور ماشية صح مع الاهلي، زي ما انا قلت في فيديو قبل كده، الاهلي هيكسب 7-1 لو الامور ماشية صح. حكم يبقى الاهلي كان يطلع في اتحاد العاصمة ده 6-1، ضربة جزاء اللي يا دوبك ما لمسهوش مروان عطية. الواد راح داخل بقصبة رجله فيه بعد ما الكرة طولت منه، راح حاسبها ضربة جزاء. في نحن ضربات الجزاء اللي كهربا ده اتدغدغ والحكم ايه، ولا هنا ولا البار ندهله. فمش عارف يعني، ادي ايه، ادي قصة الايه السوبر السنة اللي فاتت. اللي قالك الاهلي ايه اتغلب والزمالك مش عارف ايه وهنسوي ايه، وجود اتحاد العاصمة مش اتحاد العاصمة. بيقول لك لو الظروف ماشية كويسة مع الاهلي، عمر ما في فرقة هتاخد حق ولا باطل مع الاهلي. هيتغلب. لو الامور مش كويسة بكرة باذن الله، زي ما قلت في الفيديو قبل كده، يبقى 7-1 باذن الله. وقاعدين بقى ايه، نقطة تانية بنتكلم فيها على الهالة اللي عملوها على الحكم. بقالهم اسبوع وشغالين عن الحكم. الاول لما تعرف ان الحكم الليبي ده، هتقولي ماتش الزمالك ده ما احتجش على الحكم فيه. اخرها كان ماتش المصري وانسحب قدام الاهلي بسبب الحكم. والمطوشه اللي انسحب فيها قدام الاهلي قد ايه. لازم يدوروا على الحكم ده من زمان. اي حكم، الحكم بتاع القاضيه وغربال ده خبر ابيض، قعدوا 3 سنين يتكلموا فيه بعد ما اتغلبوا. وقال لك احنا اللي كنا احسن، وضرب جزاء بن شرقي كان حاطط رجله وايده ما بين ايد ايمن اشرف وراح واقع بيه. ادي اللي ايه، تمالي يتكلموا على الحكام. خلصنا بقى من الحكام، مش لاقيين حاجه يتكلموا عليها. يعملوا ايه؟ قال لك تدريب الزمالك اتسرب. يا خبر ابيض، دي نصيبه. تدريب الزمالك اتسرب ازاي؟ ياه، ده احنا بقى ده في جواسيس. طلع هما 6 ثواني الدكتور بتاعهم واقف مع دونجا دوت، عمال يشوف له العضله ومش العضله. واللي سرب البتاع قال لك ايه، ده احمد سليمان. يعني كويس بقى اللي ما قالكش بقى ايه، ده حد من الاهلي جايب التدريب بتاعه لمده ربع ساعه، ولا قال لك اتسرق ولا مين اللي سربه ولا مين اللي عمله. الاهلي مش هيعرف الزمالك ايه ولا هيعمل ايه ولا ده يسوي ايه. بيقدموا ايه مقدمات. لو عارف لو كسبوا، يا خبر اسود. يقول لك احنا ايه بقى، شفت بقى، احنا لعبنا ضد كل حاجه، ضد الجمهور وضد الارض وضد المنظمين وضد. ده احنا ابطال، احنا بنعرف نكسب الاهلي. تاني مره كسبناه على التوالي. مش هيخلص. قعدوا 3 سنين يتكلموا ايه، احنا ابطال الدوري كاس 2 ورا بعض، بسبب برضو المطوشه اللي اتنيل فيها الاهلي واتعادل واتعمل، والحكام وضربات الجزاء ومش ضربات الجزاء. 18 نقطه الحكام ضيعوهم في السنتين اللي خدوا فيه كل سنه.
من 18 ل 16 نقطة يضيعوا كده اهوت من ضربات الجزاء والحكام اللي خدوها. فاحنا يعني لو امور مشيت طبيعية زي ما بقول، انسى انسى. واتغلبوا برضه، بقول لك هو طول عمر الاهلي اللي بيبقى مضغوط. عليا النعمة لو بنلعب ريال مدريد، الاهلي هو اللي بيبقى مضغوط، مش بقى الزمالك ولا ده ولا ده. تملي الاهلي هو اللي بيدور على البطولة. هم لو اتغلبوا 4 ولا 5 ولا 7 زي ما أنا قلت، يقول لك بس شفت الجون اللي احنا جبناه؟ شفت بقى الجون، شفت كان عامل ازاي؟ لما الواحد يتغلب، لما كسبناهم 5-3، أنا متضايق من الماتش بتاع 5-3 ده، لأن يتحط فينا 3. كان ممكن يطلع برضه زي 6 بتاع 6-1 ده. بس المدرب بقى موسيماني الله يسهل له، مطرح ما راح اهو بقى عدمان العافيه من ساعه لما ساب الاهلي.